خطة جهنمية أستاذ الجدوج مع فرقة المحترفين باش يعملوا أكبر سرقة في التاريخ. ولكن واش الخطة غتنجح؟ واش البوليس غيقدروا يشدوهم؟ هادشي اللي غنشوفوا اليوم. الفيلم ديالنا كيبدا بأراوخو اللي كان خدام أستاذ ديال الجودو، ولكن ما كانش راضي على الحياة ديالو حيت باقي ما استكشفش شي هدف حقيقي في الحياة ديالو. واحد الليلة أراوخو كان راجع للدار، وقف حدا واحد الضو وتكى على واحد الحيط باش يكمي كارو، فاش سال الكمايه لاح الكارو، ولكن الكارو طاح له واحد الساقية صغيرة د الماء ومشى مع واحد الروكه، وهي طيح واحد الفكرة جهنمية على أراوخو مشى بالزربة للقوادس وتبع داك الكارو. لا غدا أراوخو مشى عند صاحبو المهندس المدني سيباستيان، عرض عليه الفكرة باش يسرقوا البنك، وكان عارفوا باللي سيباستيان كيعاني من شي مشاكل مادية، وهاد المشاكل خلاتو يقبل بالزربة لفكرة أراوخو. ولكن قال أراوخو باللي الخطة غادي تطلب بزاف الفلوس حيتاش محتاجين طوموبيلات وماتريال والسلاح، حتى واحد فينا ما عنده درهم. وهادشي خلى أراوخو يفتش على شي واحد مول الشكارة، ولكن للاسف صحابو بحال صحابي كاملين حازقين. واحد من هاد صحابو اقترح عليه يمشيو عند واحد الشفار كبير سميتو ماريو. من بعد كنشوفوا هاد ماريو داخل يسرق واحد المكتب بالليل، وكنشوفوا هو فتح الكفر ايزي بيزي، وكان باين عليه باللي راه ما مخلوع ما حتى شي حاجه حيت هادي ماشي اول مره. لا غدا أراوخو مشى عند ماريو للقهوه شرح له الفكره ديالو بالتفصيل. الاول ماريو ما كانش مهتم، ولكن أراوخو قدر يقنعو، قال له اذا نجحت هاد العمليه وعمرك غادي تحتاج تعاود تسرق مره اخرى. من بعد ركبوا هو أراوخو في الطوموبيل ومشاو لنفس البلاصه، ومشاو لواحد الروكر قريب من البنك، ولاحوا في الحفره واحد المترو طويل باش يعبروا المسافه اللي كاينه في الروكر، وهما يهبطوا للقوادس باش يشوفوا داك الخيط اللي لاح. من بعد شي حسابات أراوخو عرف باللي هما 18 متر تحت الارض، وفي الحقيقه هما كانوا بعادين 18 متر لانهم يوليو ملياردير. المشهد اللي من بعد العصابه كامله تجمعت باش يتناقشوا في السرقه كيفاش غادي تدوز. الخطه ديالهم هي يحفروا واحد النفق تحت البنك، ولكن المشكله هي الغرف كاملين فيهم واحد الحساسات الحركه، ولكن أراوخو قال لهم الحساسات هذيك ماشي د الحركه ولكن د الحراره، وهو مشي اختار واحد اللبسه اللي غادي تمكنهم يخفيو درجه الحراره ديالهم في البنك. دابا المشكله الوحيده اللي بقات لهم هما ما عارفينش كيفاش يفتحوا الخزنه ديال البنك. ولا غدا قرر الفريق يدرس المكان كثر. فرناندو كان كيصور الباركينغ ديال البنك، كنتبقى انت قبل ما يمشي يدخل مع سيباستيان. واحد فيهم دراسو باللي غادي يفتح حساب في البنك، والثاني كان كيصور الصالون ديال البنك. ولكن فاش كان كيدير هادشي السيكوريتي وقف عليه وحصلو. أراوخو بغا يهرب ولكن السيكوريتي ما خلاش يهرب وداه للاكا. والمفاجاه هي ان هذه كانت جزء من الخطه ديال أراوخو اللي استغل هاد الفرصه باش يزيد يراقب البلاصه والخزنه ديال الودائع. وفي نفس الوقت السيكوريتي كانوا كيقلبوا في حوايجو بما فيهم الكاميرا، ولكن ما لقاو حتى شي دليل وهما يجريو عليه. من بعد كنكتشفوا بلي أراوخو هو اللي حيد الكارت ميموار من الكاميرا. من بعد أراوخو وسيباستيان قدروا يرسموا الخريطه ديال البنك غير بالذاكره ديالهم والصور اللي كانوا عندهم. من بعد أراوخو اقترح ليهم يبداو السرقه ديالهم من البيت الصغير ديال البنك، ومشاو باش يقيسوا المسافه بين الحفره والبنك باستخدام واحد البيكالا كانت عندهم، وقدروا يحسبوا المسافه بشحال من مره كتدور الرويضه ديال البيكالا. لغدا أراوخو بدا كيستخدم شويه ديال العقل اللي عطاه الله باش يحسب الزاويه اللي خاصهم يحفروا فيها النفق باش يوصلوا للبنك. والجروب كان عارف باللي الفلوس اللي غادي يسرقوا ديجا مخلص عليهم التامين، يعني حتى شي واحد ما غادي يتاذى فلوسهم من غير البنك. وفي نفس الليله العصابه كامله هبطت للقوادس وبداو كيحفروا النفق. ولا غدا زادوا واحد الراجل اخر سميتو ألبرتو، كان هو اللي غادي يتكلف بالطوموبيل اللي غادي يهربوا فيها. ولكن كانت عندهم واحد المشكله كبيره، هي باقي ما عرفوش كيفاش غادي يفتحوا 400 صندوق ديال الودائع اللي كاينه في الخزنه. الاول فكروا يخدموا الشعله الحراريه، ولكن هادشي غادي ياخذ منهم دقيقه ونص لكل صندوق و7 ساعات في التوتال كامل. وعلى هادشي هذا أراوخو اقترح يكري واحد الصندوق في نفس البنك ولكن في فرع واحد اخر ويدرسوا القفل ديال الصندوق كيفاش خدام. لا غدا ماريو مشى عند فرع اخر في نفس البنك وكرا واحد الصندوق ديال الامانات. فاش كان كيحل الصندوق بقى حاضي مزيان القفل كيفاش خدام والنوع ديالو. ماريو واحد الشريك ديالو سرقوا الطوموبيل اللي غادي يهربوا بها ومشاو وقفوا حدا دار ألبرتو، وغير شويه من بعد جا وحدهم البوليس ووقفوهم، وهنا طاح لهم الماء في الركاب يا وليدي، وكان يسحب لهم صافي راه مشاو فيها. ولكن بالزربه ألبرتو ومراته قالوا للضابط راه هادو غير صحابنا. المجموعه كانت تقريبا كملت النافق، ولكن واحد النهار وقع لهم واحد المشكل وتهرست لهم الماكينه اللي كانوا كيحفروا بها. أراوخو قرر يتجاهل هذا الحادث ويشري ماكينه واحده اخرى، ولكن هادشي كعب بزاف ماريو حيت اصلا كان خاسر معاهم بزاف الفلوس. من بعد كنشوفوا فرناندو هو والتيتيزا ديالو جالسين في السطح يشوفوا في النجوم، وهي طيح ليه واحد الفكره جهنميه. الزربه مشى كيجري عند ماريو باش يقولها له، والفكره هي ان البنك محمي مزيان سواء كان مفتوح ولا مسدود، غير الاجراءات اللي كتختلف. البنك كتكون عنده وسائل الحمايه مزيانه من السرقه، وعنده بروتوكول قوي باش يمنع السرقه بالانفاق، وعنده بروتوكول واحد اخر يمنع السرقه حتى من البلاصه العاديه، ولكن ما عندهمش اجراءات تحميهم من هاد جوج الحوايج دقه واحده. أراوخو قرر يدخل يسرق البنك بالنهار وفي ساعات الخدمه حيت الخزنه ديال الفلوس كتكون مفتوحه، وهادشي غادي يخلي الالارمات والحساسات الحركه يكونوا مطفيين في داك الساعه. وهاد الطريقه غادي تعطي فكره غلطه للبوليس وغيسحابهم غير شفاره عاديين يدخلوا باش يسرقوا البنك ويهربوا. أراوخو كان باغي كلشي يظن باللي هما فاش غادي يسرقوا الفلوس ويسالي غادي يخرجوا من الباب، وهادشي ما غاديش يخلي البوليس يشكوا باللي هما عندهم خطه الهروب من الانفاق. ماريو فرح بزاف فاش سمع الفكره وقال له علاش ما طلعتيش تشوف النجوم قبل. والنهار العمليه كاع العصابه حطوا لصق سبيسيال في الصبعين ديالهم باش ما يبقاوش عندهم البصمات. سيباستيان هبط القوادس باش يدير خدمته، أراوخو والعصابه دخلوا للبنك متخفيين. من بعد لبسوا الاقنعه ديالو شويه، من بعد ماريو وديبوزا مشاو للطابق الاول، أراوخو ألبرتو مشاو للطابق الارضي. في نفس الوقت خرجوا الاسلحه ديالهم وطلبوا من الناس ينعسوا على الارض. واحد السيكوريتي كان كيشوف كلشي في الكاميرا تصون على البوليس، كنشوفوا ان أراوخو كيقدر يسمع السيكوريتي شنو كيدير من الواكي تاكي. ماريو طلب من الموظف دلاكيس يعمر له الصاك بالفلوس، وفي نفس الوقت ألبرتو مشى باش
باش يسد الباب ديال الباركينغ. من بعد كنشوفوا البوليس وصلوا للبنك شويه، اراوخو شبر واحد الراهين وبدا كيهدد البوليس، قال لهم الا دخلتوا للبنك راه غادي يقتل هذا الراجل. اراوخو رجع للبنك وقال للعصابه راه المرحله الاولى كملات. ملي سمع ماريو هادشي خطف واحد المرا ومشى كيهدد السيكوريتي باش يسلم راسو، وكنشوفوا السيكوريتي سلم راسو بسهوله. ومن بعد ما السيكوريتي سلم راسو ماريو دالو السلاح والتليفون اللي كان عنده. من بعد العصابه طفاو كاع الكاميرات اللي كاينين في البنك. اراوخو مشى لواحد البيت كاين في البنك وبدا كيدفع واحد الماريو، ومن الجهه اخرى سيباستيان كان كيحفر نفس الحيط ودخل البنك عن طريق النافق. جوج بيهم مشاو يجيبوا الماتريال من الطوموبيل اللي كانت في الباركي ومشاو للخزنه كبيره وبداو كيركبوا الماتريال ديال الحفر. في واحد الفلاش باك كنشوفوا ان سيباستيان هو اللي صمم هذه الاله باش تقدر تفتح اي خزنه ب7 ثواني. ومن بعد افراد العصابه كاملين حطوا واحد الكرونو في الساعات ديالو، وبدا سيباستيان واراوخو يفتحوا كاع الخزنات اللي كاينين. في نفس الوقت كانوا البوليس ووسائل الاعلام والعائلات الراهين كيتجمعوا حدا البنك. الضابط ديال البوليس كان كيهضر مع السيكوريتي اللي خرج من البنك باش يعرف الوضعيه اللي كاينه داخل البنك. اللي في نفس الوقت اراوخو وسيباستيان كانوا كيفرقعوا في الصنادق. فجاه سمعوا البوليس كيطلعوا للسطح. ماريو كان ديجا كيتصنت على الراديو ديال البوليس. في واحد الفلاش باك كنشوفوا ان اراوخو كان ديجا محضر لهذا الموقف هذا وتدرب بزاف على المهارات التفاوض مع البوليس باش يربح شويه د الوقت. ماريو كان كيهضر مع الضابط وطلب منه يبعث جميع القوات اللي كاينه في السطح ولا غادي يبدا يقتل في المدنيين. الضابط وافق ولكن بواحد الشكل سري صيفط جوج القناصين لواحد الدار كاينه بغارة البنك. ومن بعد الضابط سول ماريو على الطلبات ديالو، وماريو قال له راه بغيت نهضر مع المدعي العام. الضابط وافق وطلب ساعد المكانه باش يقدر يحضر له المفاوض. في نفس الوقت اراوخو وسيباستيان كانوا يقدروا يفتحوا بزاف الصنادق، يقدروا يجمعوا بزاف الفلوس والذهب. على برا كانوا البوليس كيدرسوا الوضع، كانوا عندهم غير جوج طرق باش يقدروا يدخلوا للبنك. الطريقه الاولى هي يدخلوا من الباب الرئيسي، الطريقه الثانيه هي يدخلوا من الباركينغ. واخا هادشي هذا كامل ما كانوش عارفين البلاصه ديال الرهائن واستنتجوا بلي هذه غير مجرد محاوله سرقه. من بعد واحد المده الضابط عيط لماريو مره اخرى وطلب منه يستسلم وقال له راه ما تصاب حتى شي واحد في هذه العمليه، عليها غادي نتعاملوا مع هذه الجريمه كجريمه سرقه خفيفه وصافي. قدم له عرض يسلم راسو والمحكمه غادي توفر له محامي. وماريو رد عليه وقال له راه انا غادي نتناقش مع العصابه ديالي ونرد عليك. وفي نفس الوقت اراوخو وسيباستيان كانوا باقيين كيفرقعوا في الصنادق والبوليس ما قادر يدير والو. فجاه واحد من التليفونات ديال الرهائن بدا كيصوني وكيبان باللي هذا النهار هذا هو عيد ميلادها. ماريو قال له مبروك، وديبوزا سرق واحد طرد الشوكولاط من عند واحد الراهينه اخرى وقدمها له. الناصين كانوا كيراقبوا الاحتفال بعيد ميلاد ونقلوا المعلومات للضابط. وفجاه ماريو خرج الراهينه كهديه لعيد ميلاد ديالها، وبدا كيقول للضابط راه دوز 15 عام في الحبس وانه غادي يسلم راسو فقط اذا ضمن له المدعي العام عقوبه خفيفه. فاش الضابط سمع هذه الهضره قال القناصين ما يتيريوش، ولكن في الحقيقه ماريو كان كيدير هذاك التست باش يعرف واش غادي يتيريو فيه ولا لا. وفعلا المدعي العام بدا كيهضر مع ماريو، ولكن فجاه ماريو بدا كيسب المدعي العام ورفض يهضر معاه. واش المدعي بغى يوصل معاه لشي حل ماريو طلب يهضر مع المحامي ديالو، ولكن فاش الضابط طلب الرقم من المحامي ماريو عطاه التليفون ديال واحد الرهائن ومشاو بدل الصوت ديالو وبدا كيهضر مع المدعي العام على اساس انه محامي وهمي. وهادشي اللي عطى العصابه شي شويه الوقت باش يكملوا العمليه. واخا هادشي كامل ماريو دى الرهائن للطابق السفلي وسد عليهم. في نفس الوقت اراوخو العصابه بداو كيناقلوا الغنائم شويه بشويه. في هاد اللحظه ماريو طفى التليفون ديالو، هادشي اللي خلى الضابط يشك باللي ماريو اصلا ما كانش باغي يستسلم. في ديك اللحظه الضابط لاحظ الفتحات المجاري واكتشف ان العصابه عندهم طريقه اخرى باش يهربوا. وفي نفس الوقت ومن بعد ما العصابه شارجت الغنائم ديالو في الزودياك اراوخو خلى كاع الاسلحه في الخزان. وكنشوف واحد فلاش باك ان كاع الاسلحه اللي كانت عندهم هي غير العاب الاطفال صغار، حيت اراوخو ما كان باغي يأذي حتى شي واحد. ومن بعد ماريو خلى كاع الرهائن في الطابق الاول ومشى عند اراوخو في ديك الغرفه الصغيره، وغير دخل عنده كاع الرهائن كانوا مخلوعين وبداو كيصونيو على العائلات ديالو. الضابط صيفط واحد الفرقه بالزربه للمجاري، فرقه اخرى دخلت للبنك من الباب ديالو. بالزربه اراوخو وماريو تعاونوا باش يمسحوا كاع الادله اللي كاينين في داك البيت. كنشوفوا في واحد الفلاش باك ان اراوخو توقع ان الشرطه غادي تعرف النفق اللي هما غادي يهربوا منه. على هذا الشيء قدر يبني واحد السد صغير اللي خلى الماء يرتفع ويقدروا يهربوا في اتجاه المعاكس باستخدام الزودياكات. وفي البنك الضابط قدر يوصل لذاك البيت الصغير، قدر يكتشف الفتحه اللي هربوا منها، ولكن ما قدروش يتبعوهم حيت كانت واحد القنبله في الباب. ولكن بعد اكتشفوا ان الاسلحه ماشي بصح وحتى القنبله كانت غير لعبه. ولسوء حظ الضابط ولحسن حظ العصابه كان فات الفوت والعصابه ديجا هربت. ومن بعد كنشوفوا اراوخو العصابه قدروا يوصلوا للطوموبيله ديالهم اللي كانت كتستناهم، مشاو باش يدمروا كاع الماتريال اللي كانوا خدامين به. ومن بعد مشاو للدار ديال البرتو قسموا كاع الغنائم بالتساوي ودازوا بزاف ديال الشهور. والمجموعه كانت عايشه احسن ايامها. ولكن في واحد النهار مرات البرتو حصلاتو كيخونه وكعت بزاف ومشات عند البوليس وبيعات به، وهادشي اللي خلى البوليس يكتشفوا باللي هو واحد من اللصوص اللي سرقوا البنك. وبهذا الدليل هذا قدروا يعتقلوا العصابه واحد مور واحد. هادشي هذا كان غير فلاش باك. في المستقبل كنشوفوا اراوخو خارج من الحبس وكيستقبلوا ماريو في الطوموبيل ديالو الغاليه. كنشوفوا باللي اراوخو خطط لهذا الشيء هذا كامل، وهو اللي خطط يستخدموا الاسلحه المزيفه باش ما يأذيو حتى شي واحد ويجيهم واحد الحكم مخفف. والعصابه قدرت تحتفظ بواحد الجزء كبير ديال الغنيمه حيتاش البنك ما كانش عارف شنو كاين في الصنادق، والبنك قدر يقدر السرقه في 25 مليون دولار، ولكن البوليس قدروا يردوا غير 1.17 مليون دولار و8 الكيلو ديال المجوهرات. وحيت داكشي اللي كان في الصنادق ما كانش معروف البوليس ما قدروش يديروا دوسي ناضي ديال القضيه، وهادشي اللي خلى العصابه يجيهم حكم مخفف فقط.